منتخب مصر بيتأهل. الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع أمامية مصطفى استلم مصطفى هي بس تأهل بصراحة أنا شايفه إن أنا مش مبسوط، ومفيش حد في الشعب المصري مبسوط. إذا كنت أنت مبسوط عشان اللعيبة اللي تعبت النهاردة. إذا كنت أنت مبسوط عشان اللعيبة اللي هي عايشة في مصر، اللي حابة مصر، اللي دايما بيقولوا إحنا مصريين، اللي بيموتوا لآخر لحظة عشان إحنا مصريين. الوحش اللي اسمه مصطفى محمد هو اللي بيقول أنا مصري. تريزيجيه اللي نزل وقلب الملعب حرفيا، وكل ماتش بينزل يقلب النتيجة ويقلب الملعب يقول أنا مصري. كل لاعب في الملعب سواء مروان عطية أو إمام عاشور اللي موت نفسه قال أنا مصري. بس في لعيبة تانية بتقول لك إن إحنا مش لعيبة دوليين، زي أحمد سيد زيزو، وأنا مش عايز أنتقد حد في دلوقتي لأن إحنا لسه مكملين. زي أحمد حجازي خلاص الوضع بتاعه انتهى وما عادش قادر، العمليتين اللي عملهم خلاص أثروا عليه تأثير كبير جدا وتأثير سلبي جدا. زي أحمد فتوح اللي جاي من توقف اللي إحنا كنا بنطالب إن هو يلعب وما أداش. زي محمد عبد المنعم اللي سيء جدا ومش في مستواه، ودايما في الدفاع انت بتلعب باثنين، الاثنين بيلعبوا ليبرو. في مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع، مش ما تفكرش ان هما الاثنين بس، في مشكله من عند احمد فتوح ومحمد حمدي الشمال. دلوقتي انت عندك نقطه ضعف وكل مدرب هينزل هيلعب من عند ناحيه الشمال. في مشاكل كبيره جدا في منتخب مصر. تأهل بطعم ان انت كان نفسك ان مصر تفوز، كان نفسك ان مصر تتأهل. تأهل بطعم ان انت بتقول احنا مصريين، احنا قدها، احنا بنموت نفسنا لحد اخر لحظة. بس في سلبيات، في مجاملات، في كل حاجة غلط في كرة القدم بتحصل في مصر. هي كل حاجة اللي في العالم كله غلط في كرة القدم بيحصل في مصر. مجاملات، اتحاد كورة ضعيف، اتحاد كورة سيء وأسوأ اتحاد كورة جه في تاريخ مصر. اتحاد كوره بيسمح ان لاعب يطلع من معسكر المنتخب عشان يسافر لليفربول ايا كان اسمه. اللي ميدو من يومين بالظبط قال لك حكايه بسيطه، قال لك ان حسام حسن كان مصاب في الملعب وكان عنده شرخ في رجله، يعني ما يقدرش يجري، وكان بيجري وبيقول لك اضغط يا ميدو وهو مش قادر يجري، وكان بيجري برضه ودخل الحمام وخبط رجله في الماسوره اللي في الحمام، وقال لك انا لازم اكمل وانا انت مش هتمنعيني ان انا اكمل كرجله. حسام حسن اللي بيكلم نفسه وبيموت نفسه عشان خاطر منتخب مصر ومصر تستحق مننا اكتر من كده. منتخب مصر ومصر تستحق ان احنا نتعب ونهين نفسنا، نتعب ونموت نفسنا في الملعب، نتعب وعرقنا ده يطلع عشان خاطر مصر اللي طلعتنا ورفعتنا، مصر اللي وقفتنا على رجلينا، مصر اللي خلتنا نحترف بره وخلتنا معانا فلوس. مصر هي مصر تستاهل كل خير، مصر تستاهل كل حاجة مننا. مصر دايما مصر وراسها مرفوعة بإذن الله. النهاردة تعادلنا بطعم الفوز، بس اللعيبة أدت الأداء اللي احنا كنا عايزينه. علامات استفهام حوالين اللعيبة كتيرة، أنا مش عايز أطول على حضراتكم، بس أهم حاجة إن احنا فزنا. وعايز أقول لك على حاجة، إن تريزيجيه أهم لاعب في منتخب مصر ممكن في آخر 5 أو 10 سنين. ربنا سبحانه وتعالى خلى تريزيجيه سبب من أسباب إن يكون فرحة الشعب المصري في فرحة النهاردة، سواء بالهدف اللي أحرزه هدف جميل، وسواء بالأسيست اللي عمله لمصطفى محمد الوحش. أنا عايز أقول لك اتفرج على الهدف كويس، مصطفى محمد وحش داخل واخد الكرة بصدره وما يهموش حد، ورافع رجله وحط الكرة بارتياحية، وحاجة محترمة جدا لمهاجم وستايل مهاجم زي ما الكتاب بيقول. ربنا يوفقك يا ابني، وربنا يوفق منتخب مصر في اللي جاي. وفيتوريا ليه كلام معانا كتير، بس خلينا بس نفرح النهارده ان احنا صعدنا. وفيتوريا ده واتحاد الكوره وحازم امام ليهم كلام معانا كبير جدا. خلينا نفرح النهارده ان منتخب مصر صعد، والحمد لله ان احنا صعدنا. ممكن بدعاء 120 مليون زي ما كنا بنقول زمان، النهارده فعلا بدعاء 120، لان الكوره عندتنا كتير. والحمد لله احنا صعدنا، والحمد لله ان احنا عدينا لدور ال 16. بس الشناوي طبعا عليه علامه استفهام، انا نسيت اقوله، عليه علامه استفهام كبيره جدا. واسوأ مستويات الشناوي في البطوله هي دي، اسوأ مستوى وصل للشناوي. الشناوي طلع النهارده وابو جبل، ده بيذكرنا بالبطوله 2021، وباذن الله تكون هي نفسها ونصعد للنهائي وناخد البطوله. انتوا رجاله وقدها واحنا في ظهركم، ويا رب باذن الله البطوله تكون مصريه. بشكر حضراتكم، ما تنساش تتابعني وتعمل لي لايك وفولو، وبشكركم.